مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم بنكمل فقراتنا، وفقرتنا النهارده هنتكلم عن كيفيه ارتباط الابتهال والانشاد بوجداننا، وازاي بيضفي الابتهال والانشاد الديني نوع من الروحانيه علينا وعلى حياتنا، مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده القارئ المبتهل عبد الرحيم حسان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نعرف حضرتك كمنشد كيف ترى المدح والابتهال والانشاد الديني في قدرته على تفجير الشحنه والطاقه الروحانيه الموجوده جوانا. هو الإنشاد والابتهال الديني بيكون سبيل الواحد يعبر فيه عن اللي جواه. ايوه. بيكون يعبر عن جواه، مثلا كان فرح، حزن. لأنه بيكون الكلام طالع ونابع من الوجدان. ايوه. فبناء عليه أنا بعبر عنه باختيار القصيدة والأبيات اللي هتعبر عن اللي جواي. ايوه. فهو بيكون سبيل جميل جدا الواحد يعبر عن اللي جواه يعني. ايه رأي حضرتك نسمع بقى، نبدأ كده نسمع ابتهال ولا انشاد؟ لا، نبدأ قرآن بعد كده نبدأ ابتهال وانشاد. نبدأ بالقرآن. ماشي. اتفضل حضرتك. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو جينا بنتكلم وبنقول الابتهالات والإنشاد، هل هي متنوعة في المضمون وفي المعنى؟ بالتأكيد بيختلف المضمون والمعنى من مناسبة لأخرى. لما يكون كانت مناسبة دينية غير لما تكون مناسبة وطنية، غير لما يكون مثلا المناسبة فرح. بيكون برضه بعبر عن حال جواه، عن حال حزن، عن حال سعادة. فبيختلف من حال لحال أو من مناسبة لمناسبة. وقديما كانت القصائد تختلف، كان في قصائد في المدح، قصائد في الذم، قصائد للفرح، قصائد للحزن. فكان متنوع القصائد، فبيختلف حسب يعني طبيعة المناسبة اللي أنا فيها. ممكن بقى نسمع دلوقتي ابتهال أو إنشاد. نسمع ابتهال. يلا اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا
هذا ربيعك يا محمد غرادا، فترى الوجود مغنيا ومرددا، ما إن أطل على الوجود ضياؤه، ما إن أطل على الوجود ضياؤه وحسنه وبهاؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى، ما إن أطل على الوجود ضياؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى. وأراد ربك أن يجلي رحمه، وأراد ربك أن يجلي رحمه في الكون، فاختار النبي محمدا. يا خير من جمع الشمائل كلها، وقد اصطفاك الله بالقرآن، طابت بك الدنيا يا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان. صلى عليك الله، صلى عليك الله، ما بلغ الهدى من رحمة وشريعة وبيان. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لو جينا نتكلم من وجهة نظر حضرتك للابتهال والإنشاد الديني، دور في هداية الناس وتحفيزهم على الذكر ومداومة المناجاة مع الله عز وجل. الإنسان بطبعه سبحان الله جبل على التدين، واحنا هنا في مصر الحمد لله رب العالمين، شعب مصر طيب متدين بالفطرة. فالإنسان لما بيسمع كلام فيه مدح في من يحب، خصوصا لما يكون سيدنا النبي وفي المولى عز وجل، أيوة، بيخليه يعيش حالة من الروحانية طبعا، ويتفاعل مع الكلمات ويزداد في ترديد ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله. ده سبيل كبير في هداية الناس. النهارده لما أكون بمدح سيدنا النبي وبقول صلي على رسول الله، والناس كل من صلى على سيدنا النبي مرة صلى الله به عليه 10. الله. فده بيكون سبيل كبير في هداية الناس. ممكن نسمع من حضرتك؟ اتفضل. يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. صل يا ربي وسلم، صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية، خير خلق الله طه، مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء
صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. حبه فرض وحتم، مدحه خير وغنم، ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. أينما نمشي نقول كن شفيعي يا محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. ربنا يسر وسهل زورة المختار عجل. ربنا يسر وسهل زورة المختار عجل. دمعنا يهمي وينزل من غرام في محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. عليه أفضل الصلاة والسلام. فن الإنشاد والابتهال الديني يمكن من قديم الأزل وهو في قلوبنا كمصريين، لكن ازاي نحافظ عليه للأجيال الجديدة؟ ازاي نحافظ ونطور منه عشان يناسب الوقت اللي احنا فيه؟ حضرتك نحافظ عليه باكتشاف المواهب وتشجيع المواهب. أيوة. وتنمية المهارات لمن لديهم هذه الموهبة. يعني أيوة. أي حد عنده موهبة الإنشاد الديني أو الابتهال لازم يتم اكتشافه وتشجيعه وتنمية المهارات عنده، ويشوف ايه نقاط الضعف. المفروض يعمل ايه يعني ما واحد يحس في نفسه بهذه الموهبة او الحب للابتهال والانشاد؟ يعمل ايه؟ اول حاجة يعني يشوف مكان يكون متخصص في تعليم كيفية الابتهال. في اماكن مخصصة؟ في اماكن في مدربين خاصين بتعليم القرآن الكريم متوفرين يعني؟ متوفرين، بس في الامانة اكثرهم الغالبية في القاهرة هنا. اما في الصعيد بيكون العدد قليل خالص، قليل شوية. في نفس المكان برضه لازم يعني يكون عندنا وعي ان احنا نعلمهم كيفيه انتقاء واختيار الكلمات، بحيث ما يكونش فيها غلو في المحبه، حاجه زياده فيها غلو، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغلو في المحبه، ولا فيها انقاص من قدر الممدوح. لما اجي امدح حد اكون الكلام معتدل ويكون يواكب سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. لما التدريب بيحتاج وقت قد ايه؟ يعني لو واحد عنده موهبه وعايز يدرب نفسه؟ بتختلف من واحد لتاني، يعني كل واحد حسب قدر حسب امكانياته. أيوة. في واحد بيكون امكانياته بيتعلم بسرعه ما بياخدش وقت، في واحد لا بامكانياته اضعف من الثاني بياخد وقت طويل في التدريب، وبرضه بتختلف على قائمه على حاجتين. ايوه. مهاره المدرب وكيفيه استيعاب المتدرب. كل ما يكون المتدرب بيستوعب بسرعه ويكون عنده فهم ووعي اكبر، والمدرب يكون متمكن وذو ثقل، ده يعني الموهبه لوحدها لا تكفي؟ لا طبعا، ولازم الانسان يصقل الموهبه بالتعلم ويقرا في الدواوين ويقرا ويتعامل مع شعراء بحيث يقول كلام منظم ومرتب. صحيح. طب لو جينا نتكلم على الشغل التمرين اليومي، يعني حضرتك مثلا بتتمرن كل يوم، بتتمرن كل اسبوع، مرتين في الاسبوع، كل قد ايه؟ هو لازم تدريب يوميا. يوميا يعني لازم كل يوم لازم الانسان حتى تدرب صوتك. لازم حتى يدندن كده مع نفسه كل يوم. مده قد ايه؟
يعني ممكن على فترات يعني 10 دقائق ربع ساعة تكفي، حتى لو فترات متابعة أكتر من مرة في اليوم، لأن الحنجرة ما ينفعش الواحد يسيبها كده من غير تدريب. لكن ده ما يجيتش الصوت؟ لا، أنا قبل ما ببدأ المفروض إن أنا بعمل تدريبات يعني تدريبات كده، بقرأ بصوت، بمهد للقراءة، لكن ما ينفعش إن أنا أي مرة واحدة وأروح قارئ على طول، لازم يكون في تمهيد الأول للقراءة. نسمع من حضرتك حاجة؟ حاضر. اتفضل. أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا، كحيل الطرف أدعج لو تراه، وأجمل أشكال يخطف سناه، طويل الهدب للعاشق رماه، يرى من خلفه وكذا الأمام، أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا، وشعر المصطفى سبط ولما، ضفائره إلى الأذنين سما، وخالد حينما من شعر ضمّ، غدا مقدام لا يخشى اقتحاما، أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا، وعرق المصطفى للطيب طيبا، ويثرب شرفت من راح طيبا، ويؤسر عند طلعته الحبيبا، ولو جن المشاهد لا ملاما، أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا، إذا ما الشمس تدنو من الجماجم، وتحت لواك عرب والأعاجم، إذا ما الشمس تدنو من الجماجم، وتحت لواك عرب والأعاجم، من غيراق للخلائق شافع، من غيراق للخلائق شافع، ده من غيراك للخلائق شافع، واسمك لاسمه يا طه ضما، أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا، أسيل الخد وردي الوجان، كحيل الطرف بالنظرة سبانا. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لو جينا نتكلم على الكتابة للابتهال والإنشاد، هل في كتاب يعني مختصين فقط للكتابة دي؟ في كتاب مختصين للشعر الابتهال والإنشاد الديني، وفي برضه أنا بقرأ في دواوين الإمام الشافعي ودواوين الإمام علي. فالحاجات دي من هنا ومن هنا الواحد بيسقي الموهبة بكتر القراءة والتعامل مع الشعراء الموجودين حاليا في الساحة. يعني إيه اللي خلى حضرتك تتجه للابتهال والإنشاد في البداية خالص؟ بدأت عند عمر كام سنة؟ أنا بدأت كبير. كبير؟ يعني يمكن أنا بادئ تقريبا داخل في السنة الثانية بس. بقالك سنتين فقط؟ كانت البداية في عقيقة بنت أختي. أنا بقرأ قرآن في المعتاد. أيوه. فأختي طلبت مني إن أنا أقرأ إن أنا أقول ابتهال في العقيقة. طب أنا ماليش فيه، فقالت لي أقوله خلاص. فسبحان الله أنا حفظت المسك فاح. وحفظت كم قصيدة كده أهو وقلته. ولكن يعلم الله الواحد لما جالهم يعني عاش في حال غير الحال. فلقيت ليها لذة وليها متعة، وبتخلي الواحد بتعبر فعلا عن اللي جوه الواحد. الانسان بيطلع الطاقه اللي جواه، بيعبر في فعلا انا كنت فرحان ببنت اختي، فسبحان الله لما لمست الشيء ده مس قلبي، احساسك فحبيت ان انا ابتدي الابتهال. من هنا بدات الحمد لله ان اتعلمت بقى ازاي؟ اشتغلت على نفسك ازاي؟ اول حاجه اشتغلت على نفسي وحدي، ما عرفتش، فتعلمت عن طريق تعاملت مع فرقه الانشاد الديني، اشتركت مع فرقه الانشاد الديني بقصر ثقافه سوهاج بقياده الاستاذ خالد حجو. وبرضه خدت فترة مع الشيخ محمد عبد الرؤوف خلاف، برضه ما شاء الله بيدرب أصوات من عندنا في سوهاج يعني.
بس والحمد لله رب العالمين. خدت وقت قد ايه بقى عشان تبدا فعلا تعمل مثلا احتفالات وما الى ذلك وتشارك يعني تقريبا بعد 7-8 شهور كده. مده يعني. مده، ما ينفعش ان انا اتقدم على طول. حتى لما اشتركت في الفرق، فرقه الانشاد الديني بتاع ثقافه سوهاج، ما كنتش اقول الحر الاول. طبعا دخلت الاول تدريبات. ايوه. بعد التدريبات اقول اردد مع فلكلور اللي بيردوا ورا المنشدين. ايوه. مع زمايلنا يعني، لغايه ما الاستاذ خالد اداني نمره واحده وقال لي انت تقول دي. طبعا لازم فيها تدريب عليها، عملت عليه بروفا واثنين أيوة. وثلاثه قبل ما اواجه الجمهور وابدا قصه الحفلات. ايه اول حاجه قلتها بقى؟ اول مره تطلع لوحدك كده قلت ايه؟ يا نور المدينه. نسمعها؟ حاضر. اتفضل. يا نور المدينة يا حبيبي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، هليت في البرايا وزال العنا، يا محقق رجايا والأمة في هنا، يا رب البرايا بلغنا المنى، ونزور المصطفى والمروة والصفا، ونزور المصطفى والمروة والصفا، ونصلي ونسلم في الروضة على النبي، يا نور المدينة يا حبيبي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، في الروضة البهية مقام سيدنا النبي، والريحة الزكية وجميلة يا نبي، في الروضة البهية مقام سيدنا النبي، والريحة الزكية وجميلة يا نبي، سلامي مع الوفا أهدي للمصطفى، سلامي مع الوفا أهدي للمصطفى، وأعظم تحية لحضرة النبي، يا نور المدينة يا حبيبي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، يا رايح المدينة سلم لي على النبي، وقول له محبوبك مشتاق لك يا نبي، يا رايح المدينة سلم لي على النبي، وقول له محبوبك مشتاق لك يا نبي، مدحك يا نبي مغرم بك يا نبي، مدحك يا نبي مشتاق لك يا نبي، واهب حياته لمدحك يا نبي، يا نور المدينة يا حبيبي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا شفيعي يا نبي، هلالك علينا ومنور يا نبي. الله
عليه يكرمك. الصلاه والسلام. نورتنا الله وشرفتنا يكرمك. وسعدنا بلقائك معانا النهارده. الله يبارك فيك، شكرا لحضرتك خالص. ونهارك دايما سعيد. نهاركم سعيد كان إن شاء معانا الله. القارئ والمبتهل سيد عبد العظيم، استمتعنا بصوته الجميل وبالابتهالات وطبعا الانشاد، وكمان في البدايه بايات القران الكريم. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.